المبنى اللي ورايا حرفيا دلوقتي هو تكلفته اكتر من 250 مليون دولار. المبنى ده اتفتح واتقفل في فتره قليله جدا بسبب ان مفيش ناس كتير عرفت تطلعوا. فلوج رقم 3 في نيويورك من امام مبنى فيزل. ذا فيزل ايقونه معماريه ولا مصيده للانتحار؟ المبنى اللي ورايا حرفيا دلوقتي هو تكلفته اكتر من 250 مليون دولار. المبنى ده اتعمل من حوالي 4 سنين واتقفل بسبب حالات الانتحار الكتير اللي بتحصل منه. المبنى لما بتتفرج عليه بتحس بعظمه المبنى مصمم ما شاء الله كويس جدا، بياخد الطراز الهندي. عارفين انتوا الطراز الهندي اللي هو بتبقى سلالم طالعه في سلالم طالعه في سلالم وسط الجبال؟ المبنى واخد نفس الستايل ده. المبنى اتعمل علشان يكون تحفه معماريه، او يكون المنطقه بتاعته هي منطقه التايم سكوير الجديده، بسبب ان في نيويورك سياح كتير بييجوا بس ما يعرفوش حاجه في نيويورك غير منطقه التايم سكوير. فهم قرروا ان هم يعملوا منطقه جديده زي التايم سكوير بالظبط، وهي منطقه الهادسون يارد. وواحده من المباني الاساسيه اللي اتعملت هنا هي مبنى ذا فيزل. المبنى ده تحفه ما شاء الله، الالوان اللي فيه الوان جذابه جدا لما بتيجي تبص عليها في الكاميرا، مش زي الحقيقه طبعا. المبنى ده اتفتح واتقفل في فتره قليله جدا بسبب ان مفيش ناس كتير عرفت تطلعوا، بسبب ان كان دايما بيحصل عليه حالات انتحار لغايه ما قرروا ان هم يقفلوه خالص. ولكن ان شاء الله 2024 قرروا خلاص ان هم قربوا يفتحوه ان شاء الله اخر السنه. فمنتظرين باذن الله فيديو جميل منه، هنحاول نغطي منه كل المساحات. وطبعا زي ما انتم شايفين السياح موجودين في كل مكان من حواليا، يعني المكان حتى لو هو مقفول فالناس بتحب ان هي تيجي تتفرج على المبنى وتتفرج على اللي موجود فيه. واللي قدامنا دلوقتي ده تلفزيون مشغلينه وبيشغلوا عليه افلام ومسلسلات. الناس بتيجي تقعد هنا، يعني الحلاوه بقى نيجي نقعد هنا كده مثلا، ندخل نقعد ونقدر نتفرج ومعانا الفيو ده. فصراحه حاجه جميله قوي. مش الفيو ده بس، لا المبنى ده لسه هنتكلم عليه دلوقتي تمام. وحواليك المنظر الجميل ده، البحر وراك هنا، بحر الهادسون هنا. قاعده جميله قوي، ما يغركش القعده بالنهار والشمس، لكن بالليل بتبقى الموضوع مختلف تماما. الكراسي مريحه، هي كراسي خشبيه او كل حاجه، بس الدنيا تمام. زي ما انتم شايفين كده الناس مستمتعه بوقتها، الناس اللي نايمه في زي بارات برضو في نفس المنطقه. يعني اكتر المطاعم والاماكن استغلوا المبنى المهجور حرفيا ده، وبدات في مطاعم كتير. يعني بصوا هنا فوق في واحد تقريبا بياخد شاور في بسين تقريبا، او بيعمل حاجه معينه فوق، واحد عريان مش عارف الكاميرا هتجيبه ولا لا. وفي مطاعم كتير قوي هنا، يعني دي مش عمارات، دي مش منطقه سكنيه، دي مطاعم. هنا مطاعم، هنا نفس الكلام مطاعم. هنا برضو بارات تمام. الناس بتيجي تاكل هنا، برضو السياح برضو قاعدين. الناس بتيجي تاكل وتشرب وتتفرج على المنظر بتاع المبنى ده. هتلاقي دايما السياح بيحبوا دايما ياخدوا صور تذكاريه عند المبنى، يعني حتى لو المبنى مقفول فالدنيا شغاله برضو والسياحه شغاله على المبنى. بس لما يتفتح مش عارف المنظر هيبقى عامل ازاي. ناس كتير هتحاول ان هي تطلع، هيكون زحمه جدا، وهو عباره عن سلالم. فصراحه دي مش عارف حاجه الحكومه هتحاول تمانجها ازاي، خلينا نشوف اخر السنه ان شاء الله. في محلات كتير بقى. احلى حاجه في الموضوع ان في محلات كتير، مطاعم كتير بتعمل بيزنس من ورا الموضوع ده، بيستغلوا تجمع الناس في المنطقه هنا، وبيحاولوا ان هم يعملوا مثلا اكل بقى، عصاير بقى، حاجات كتير. مصورين برضو بيحاولوا ياخدوا لقطات سينمائيه. فالوضع برضو بيبقى ايه، بتبقى حاجه جميله قوي الصراحه. وطبعا ما ننساش عربيات الاكل الحلال، لازم تلاقيها في كل حته في نيويورك، ودي حاجه جميله جدا. يعني انا كواحد مسلم دايما امشي ابقى نفسي اكل مثلا حاجه معينه، وخايف لا يكون فيها خنزير او يكون فيها خمره او كده. فوجود العربيات الحلال بالنسبه لي انا كمسلم وبالنسبه للمنطقه السياحيه فهو الحل الامثل. ناس كتير بتحب الاكل الحلال باعتبارها ان هم بيشوفوا ان هي حاجه صحيه، يعني حاجه مش وحشه انك تاكل حاجه حلال. يعني عارفين يعني ايه معنى حلال، ان الحيوان بيتم ذبحه والحاجات دي كلها، فبيكون الحاجه لحد اقصى تمام من النظافه ونقاء اللحمه ونقاء الجوده بتاعت الاكل. لان هم عارفين انت ثقافتك كراجل مسلم، هم عارفين ان الراجل المسلم ده الاكل بتاعه او الحاجه بتاعته بتكون حاجه نظيفه من الاخر. برضه هنا هتلاقي مثلا رحله مدرسيه زي دول كده جايين علشان يستمتعوا بالمكان هنا. فالموضوع جامد، يعني الموضوع بس مش متوقف على ان هم مكان اتهجر اتقفل مفيش حد بيجي المكان هنا خالص. لا، المكان يا معلم مفتوح، الناس جايه، الناس بتنبسط. بص حواليا كده عدد كبير من الناس موجوده، رغم ان المبنى مقفول ومهجور بقاله تقريبا 4 أو 5 سنين.